يا بنت راه كتبان ليا مريضه، كتبان ليا بحال شي اميره. ما عجبك اللباس ديالك ما الله راضي عليك حتى جا واحد الريل. تخيلي ما تدخليش للجنه بسبب انك ما دايرش الحجاب. تخيلي كيبانش ليا راه كيبان ليا مسك. اكثر حاجه كتفقصني كتستفزني هي شي وحده تقول لي كتقيسي مع ديك النفس، كتقيسي فرضا عليها الحجاب باقا صغيره. شوفي كيفاش خمقه راسها. كنت خايفه نديرو فقط حيت بزاف ولاو كيلبسوه عينيا كيتغرغروا. انتي بنت كديري بحال هكا حالي تحقيق ومازال انا كنقرا بحال هكا. شفت في المرايه كيفاش غتكون رده الفعل ديال الناس، كيفاش انا غنشوف راسي، وكيفاش غيولي المستقبل ديالي، وكيفاش كرهني بزاف اللباس اللي كنت كنلبس. من الاسباب من بعد الله اللي خلاني انا ندير الحجاب الراحه ما كايناش، فيها العائله كامله. تخيلوا انا لبسوا لوجه الله والرزق بيد الله. كنشوف راسي بحال شي وريضه، كنشوف راسي بحال شي اميره معقدات وما كيضحكوش. وهذا ما عندي ما ندير بها. ترك شيئا لله هو خيرا منه. اصعب واجمل قرار قررته. عرفتو فرحانه بزاف 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 انني نصور لكم هذا الفيديو. هذا الفيديو غنعاود لكم فيه على الحجاب الشرعي، كيفاش درت الحجاب الشرعي من بعد ما كنت كنشوفه فقط حلم، شي حاجه اللي بعيده مستحيل نديرها في هذه الوقيته نيت اللي درتها فيها، وكيفاش ولا حقيقه بفضل الله سبحانه وتعالى. الغرض من هذا الفيديو هو بزاف ديال البنات يستافدوا من القصه، ربما تحرك فيهم هذه القصه شي حاجه، ربما حتى هما يوليو يفكروا انهم يديروا الحجاب ولا يديروه علاش لا. وغنعاود لكم القصه من الاول، يعني ملي كنت كندير الحجاب العادي غطاء الراس وهذا، وكيفاش حتى انتقلت للحجاب الشرعي. المهم القصه صراحه فيها بزاف ديال الاحداث، كنتمنى يا ربي تستافدوا منها. والا بغيتوا ماشي بزز منكم، ما بغيتوش زعما عادي ماشي مشكل، الا بغيتوا بارطاجيو هذا الفيديو هذا مع اي بنت كتعرفوها، ربما هاد البنت هذه دير الحجاب بسببك وناخذوا كاملين الاجر، ناخذوا انا وتاخذوا انت اللي بارطاجيتي وانت اللي بارطاجيتي، وتاخذوا هي حيتاش دارت الحجاب. تخيل شي شخص يدير الحجاب بسببك. عارفه هاد الفيديو ما غيتفرجوش فيه بزاف، ولكن تخيلوا تفرج فيه غير 100 وحده و100 وحده دير الحجاب. ان شاء الله تستافدوا بزاف من القصه هذه. يلا بسم الله نبداو، وغنعاود لكم بعدا على قبل كاع ما ندير الحجاب لاول مره. فقبل ما ندير الحجاب يعني ما كانش عندي ديك الفكره ديال انني عمرني ما غندير الحجاب ولا شي حاجه. ديما كانت يعني الدور ديال الوالدين وديال العائله، وهذا اي وحده كتوصل لواحد السن معين خصها دير الحجاب. يعني كنت عارفه ان الحجاب فرض، ما كانش عندي ديك الفكره ديال لا وهذا الحجاب ما نقدرش عليه خليني تنقتنع ولا شي حاجه. المهم هادشي صراحه ما كانش عندي بتاتا. انا كنت عارفه غيجي واحد الوقيته غندير الحجاب، غير هو داك الحجاب اللي كنت كندايره يعني في راسي انه غنغطي شعري نلبس هكا شويه طويل وصافي. المهم هادشي هذا زعما صراحه هو اللي كان في بالي. كيف ما قلت لكم كنت دايره في راسي انه غتجي واحد الوقيته غندير فيها الحجاب. هذيك الوقيته كانت هي الصيف اللي كنت انا طالعه فيه للتاسع. كانت جات عندنا بنت خالتي، كنا هكا بدينا كنتناقشوا شويه هكا على الحجاب وهذا، صافي قررنا اننا غنديروه في ديك الوقيته. درناه ولينا حتى حنا كندخلوا اليوتيوب كنقلبوا على لفات حجاب كذا وكذا، كنبقاو نجربوا في اللفات، جرب يا ما تجرب، جرب يا ما تجرب. في الاخر كنديروا لفه وحده اللي الاولى اللي اصلا كنا درناها لراسنا، حيت الاخرين ما كيصدقوش. المهم صافي من بعد ما لبسنا الحجاب موراه بسيمانه كنا غنمشيو لابيسين. مشينا لابيسين على ما اعتقد كانوا قالوا لنا ما خصكش تعوم زعما بهذا اللباس بحال هكا تعوم بالحجاب. انا ما عقلتش كنا لبسنا نصكم ما فهمتش كيفاش، وشدينا داك الحجاب اللي كنا درناه ودرناه هكا دورناه بحال هكا بحال الرزه، وبقينا كنعوم شويه. كل مره كنغطسوا في الماء كيطير لينا ديك الرزه اللي كنا درنا. كل مره كنغطسوا كيطير لينا، كل مره كنغطسوا كيطير لينا. قلنا اشنو نديرو ما نديرو، اجي نحيدوه ولكن غير نخرجوا من لابيسين صافي غنديروه نهائيا عمرنا ما غنحيدوه. داكشي اللي كان حيدناه وغير خرجنا من لابيسين صافي من تما درناه عمرنا ما حيدناه. يعني هذه كنهضر على الحجاب العادي اللي كنا دايرين. بعد كيف ما قلت لكم انا فاش لبستو يعني كان كيسحبني هذاك هو الحجاب الصحيح. صافي يكفي انك تغطي شعرك، تلبسي شي شويه هكا طويل وصافي. من بعد عاد بديت كنكتشف انه هذاك الحجاب ليس بحجاب كامل. ما نقولش لك ماشي حجاب، ولكن غنقول لك ما يعني ما فيش كاع الشروط الكامله ديال الحجاب، لان الحجاب عنده بزاف ديال الشروط. من بينها مثلا انك تغطي هكا، تغطي المنطقه ديال الصدر، ما تبينيش رجليك، يعني تلبسي التقاشر وشحال من حاجه، تلبسي واسع ما تلبسي السراويل. المهم شويه بشويه عاد بديت كنكتشف هنا صافي، يعني ما عطيتش الامر اهميه صراحه بزاف، مابقيتش كاع فكرت في الامر. صافي بقيت كنقول الحمد لله المهم انا لابسه الحجاب وصافي، واخا ماشي بكامل شروطه مهم لابسه. صافي بقيت غادا بحال هكا شويه بشويه. انا دابا التغيير فين غيجي 2022 وبالضبط في ايام المونديال. في ايام المونديال اللي بقيتو عاقلين كنا كنربحوا بزاف،
يعني كنا كنربحوا بزاف. كل مره كتشوف اللاعبين كيسجدوا وداك الشيء وكيشجعوا بحال هكا، كيقول لك راه كيديروا بحال هكا زعما راه من عند الله، راه ماشي من عندنا. كتدخل مثلا بحال ابو خلال وبعض اللاعبين بحال هكا كتشوفهم كيبارطاجيو القران، كتشوفهم يعني كتقول راه هذاك التوفيق ديالهم ما جاش من عندهم، راه جا من عند الله. يعني من جا من داك الصلاه، جا من السجود. ما كنهضرش على كل شيء، يعني كاع اللاعبين راه كيديروا هكا، ولكن كنهضر على البعض. انا هذاك البعض وداك المنظر اثر فيا شي شويه، فهمتوا؟ نقول لكم اثر فيا شي شويه. المهم يعني هادشي راه في الاخر ديال 2022، يعني ما كانش بزاف، بقى 2023 ودخل. قبل 2023 بالضبط 6 ايام ولا 5 ايام كنت انا وواحد الصديق قلنا غادي نحطوا الاهداف ديالنا وغنبداو نخدموا عليهم شويه بشويه. وقلنا دابا اول هدف خصو يكون عند اي واحد شنو؟ بقينا كنفكروا هو نتقربوا من الله. واول حاجه الصلاه. صلاتنا كانت منظمه الصراحه. ان شاء الله خديت نعاود لكم هذه القضيه ديال الصلاه في فيديو بوحديتها ان شاء الله. فكيف ما قلت لكم دوك الاجواء ديال المونديال، زائد الدخول ديال السنه الجديده، زائد ديال واحد الفتره كنت فيها ديال الامتحانات وخصني ضروري نعتق راسي، وانا كنت في الدقيقه 90. فقلت ما عليا غير بالصلاه وما عليا غير بالدعاء. المهم ان شاء الله الفيديو ديال الصلاه وغنعاود لكم فيه كلشي من الاول. الفتره بالضبط اللي كنا كتبنا فيها الاهداف وصلحنا فيها اول حاجه الصلاه، بداو كيطلعوا ليا في انستغرام بزاف الفيديوهات الدينيه. كيطلع ليا على الصلاه، كيطلع ليا على الحجاب والشروط ديالو، ان داك الحجاب اللي راني لابسه راه يعني الشروط ديالو ليست بكامله وهذا. وهنا فين بداو كيطلعوا ليا البنات اللي لابسين الحجاب الشرعي، كانوا كيعجبوني بزاف. كنقول ما شاء الله سعداتهم لابس الحجاب، يا ربي تجعلني منهم وهذا. وكنت خايفه ان هذا التفكير ديالي في الحجاب الشرعي يكون فقط حيت شفت بزاف ديال البنات كيلبسوه بحال تقول ولا موضه ولا شي حاجه، فكنت خايفه نديرو فقط حيت بزاف ولاو كيلبسوه وماشي لوجه الله. وكنت ديما كندعي يا ربي يعني يصلح النيه ديالي قبل من انني نلبس الحجاب. صافي بقيت بحال هكا، كل مره كيطلع ليا الفيديوهات هكا والريلز ديال البنات دايرين الحجاب الشرعي وهذا. صافي وليت كنخرج. دابا المشكل ما بقايش هنا في التليفون فقط وفي الانستغرام، وليت كنخرج برا كنشوف البنات هكا لابسين الحجاب الشرعي، ومع ما شاء الله بزاف ديال البنات ولاو كيلبسوا الحجاب. فكنشوف بحال هكا، كنشوف شي وحده غاده بحال هكا ما كتبانش ليا بنت، راه كتبان ليا مريضه، كتبان ليا بحال شي اميره. كنبقى نشوف فيها. كنكون بعض المرات راكبه مثلا في الطوبيس، وكيكون غادي الطوبيس بحال هكا وشي بنت غاده بحال هكا، وكنرجع بحال هكا وكنبقى نشوف فيها كنقول يا ربي جعلني منهم، يا ربي جعلني منهم، والله يثبتهم. كنقول مع هاد الكثره ديال الفتن وهاد الكثره ديال الناس كيبعدوا على الله، وبنات ملتزمين بالحجاب الشرعي سعدات فريمون. شحال من مره كتشوف عينيا كيتغرغروا، كنبقى نشوف فيهم بحال هكا وكيعجبني الحال بزاف، وكنقول يا ربي جعلني منهم. وكندعي بصح كنشوفوا انه كيخليك انك تحترمي هذيك البنت اللي دايره الحجاب، كتخليك تحترمي. علاش كتكوني غاده حداها انت بنت وكديري بحال هكا كتحشمي، انت كتحشمي، ماشي شي ولد ولا شي حاجه تقولي غيحشم من بنت. انت بنت وكتحشمي من وحده دايره ما شاء الله الحجاب. فجات تقريبا في الصيف ديال 2023 شريت 2 ديال الخمارات. ماشي شريتهم على اساس راني غندير الخمار والو، كنت مازال كنقول راه مازال، ولكن غير بغيت نشريهم غير نجربهم بحال هكا انا وهذا. وليت كنصلي بهم وصافي. ولكن فاش كنت كنديرهم كنقول زعما نقدر نخرج بحال هكا، مستحيل، غتجي صعيبه وهذا. جاتني صعيبه انني نخرج بدوك الحجابات، يعني هذوك اللي كي هكا كيتصدوا من اللور. فقلت محال. المهم بديت كنصلي بهم هكا، بديت كنولفهم. وفي الاخر نيت في الدخول المدرسي ديال 2023، يعني في ديك الشهر 9 وهذا، وليت كنحاول انني نلبس كسيوات بزاف هكا طوال، كسيوات طوال كنحاول انني نولفهم. واخا الحجاب هكا كيكون غير حد هنا يعني ما مغطيش. المهم بديت غير كنحاول انني نولف دوك الكسيوات طوال وهذا. ولكن فاش جا البرد صافي ما بقيتش كنلبسهم وصافي. ولو دابا لسنة التغيير 2024 وهي اللي درت فيها الحجاب الشرعي ولله الحمد. في البداية ديال هاد السنة هادي نتوما عارفين اي بداية ديال السنة كنحاولوا اننا نكتبوا اهداف وهذا. فمن بين الاهداف اللي كانوا جاوني في بالي انني نكتب الحجاب الشرعي، ولكن ما قديتش كاع نكتبها. قلت مستحيل، مازال الهدف يعني مازال هاد الحلم هذا راه حلم، ماشي هدف، هذا راه حلم. يعني كنقول بعيد محال يتحقق، ومازال انا كنقرا وكيفاش غندير. وغير الجرأه باش انني نخرج به كانت كتجيني صعيبه، انني كيفاش غنخرج كيفاش غتكون رده
ردة الفعل ديال الناس، كيفاش انا غنشوف راسي وكيفاش غيولي المستقبل ديالي وكيفاش يعني كنت كنغرق في واحد التفكير عميق. وفي هذه الفتره كامله عمري ما خرجت زعما بالخمار ولا شي حاجه، غير نجرب يعني غير نجرب. حتى رمضان بالضبط فاش كنت مشيت لتركيا قلت الناس ما كيعرفونيش برا، ماشي شغل في واحد كنمشيو للتراويح وكنت كنمشي بيه وكان كيعجبني بزاف. وصراحه فاش مشيت لتركيا ما حسيتش انه جاني شي حاجه غريبه، عكس فاش كنكون في المغرب ونديرو زعما نخرج كيجيني شي حاجه صعيبه بزاف. يا صافي رجعت من تركيا في الاخر ديال رمضان، وفي الاخر ديال رمضان شنو كاين الليله ديال 27 بقيت كندعي. جات ديك الليله ديال 27 بقيت كندعي يا رب يا رب يا رب تسخر لي، يا رب تسخر لي ونلبس الحجاب الشرعي. فريمون بغيتو بزاف ديك اللحظه، ندير التفكير فيه اكثر من القياس. فكنت كندعي يا رب تسخر لي نلبسو، ويا رب نلبسو لوجهك الكريم. كنت خايفه انني نلبسو على شي غرض اخر وما يكونش لوجه الله. هذه هي اكثر حاجه كنت خايفه منها. كنت كنقول يا ربي الا كنت غنلبسو وما كانش لوجهك الكريم ما تيسرش ليا فيه، يا ربي خليني حتى تصلح النيه ديالي في اللبس ديال الحجاب الشرعي عاد خليني نلبسو، ويا ربي يسر لي فيه. وكنت كندعي وشحال من مره يعني كتشدني البكيه بزاف. وفي الداخل ديالي ديما كنت كنقول ان هذاك اللباس هو اللباس ديال الكسل، ما هذاك اللباس هو اللباس اللي كتستحق انك تلبسيه، ماشي حتى شي لباس اخر. هذاك هو اللباس ديالك، هو اللي غيجي معاك، هو اللي خاصك تلبسي. فتره الله سبحانه كرهني بزاف في اللباس اللي كنت كنلبس. شي راه اللي كيعرفوني راه ما كنتش زعما كنلبس شي لباس مزيان ولا شي حاجه، كنلبس داكشي شي شويه هكا طويل وهذا ومحترم، ولكن كرهت داك اللباس. بالمناسبه اللي وصل حتى لهنا كتب لينا رقم 100 باش نعرفوا الناس اللي كيقدروا يوصلوا حتى لهنا. غير نخرج كنبغي بزاف نرجع بحالي للدار، صافي ما نبقاش بزاف في الزنقه وهذا. كرهت داك اللباس تماما. تماك عرفت بانه هذيك الوقيته هي اللي خصني ندير فيها اللباس الشرعي، هذيك الوقيته بالضبط. وبقيت كنقول مع راسي دابا سلمى انت ما عاجبك اللباس ديالك، ما الله راضي عليك بهذا اللباس اللي لابسه، يعني ما كاملش الشروط ديالو، علاش ما نديروش الحجاب الشرعي؟ غير هكا كل نهار هذا التفكير هو اللي كيجي في بالي. ما راضيه انا على راسي، ما الله راضي عليا، شنو كتسناي؟ وكيف ما قلت لكم ما حبستش من الدعاء، يعني ديما كندعي. العيد الصغير ولا عيد الفطر كان جاب الاربع لا الخميس لا الجمعه وبالضبط في العشيه كنت جالسه معنيه ما بيا. وفي داك النهار الجمعه كان التفكير ديالي كبير عاوتاني في الحجاب، بزاف في الحجاب الشرعي. كنت جالسه معنيه ما بيا كنطلع بحال هكا في انستغرام، كنطلع حتى جا واحد الريل داك الريل فيه واحد البنت قالت لهم يعني كيفاش ديروا اللفه ديال الخمار بالحجاب مربع. وهي تجيني في بالي طق، عندي واحد الحجاب مربع كانت خلاتو اختي، مشيت كنجري جبدتو من الماريو اللي هو هذا، مشيت كنجري جبدتو. من الاسباب من بعد الله اللي خلاني انني ندير الحجاب. وي كنتبع مع البنت كيفاش كديروا هذه، درتو بحال هكا، شفت في المرايه عجبني راسي قلت ما شاء الله عجبني بزاف. بقيت كنجري، هو الوحيد اللي كان عندي، يعني ما كانش عندي بزاف الحجابات ولا هذا. جربت وعجبني راسي، نت كنجري لبست معاه واحد الكسيوه بحال هكا ولا عبايه، صافي عجبني الحال بزاف. سبحان الله عطاني واحد الراحه فاش لبستو، عطاني واحد الراحه ما كايناش، واحد الراحه عمري ما جربتها في شي لباس اخر. لبستو بحال هكاك وانا نمشي عند ماما، قلت لها شوفي، قالت لي زوين. عاوتاني طلعت للبيت وعاودت هبطت عندها، قلت لها غنبقى نلبس بحال هكا. قالت لي واخا وهذا. والغد ليه دابا كنهضر لكم على الجمعه قررت، والسبت اللي هو 13 ابريل بالضبط قبل من ذكرى ميلادي ب10 ايام درت الحجاب الشرعي ولله الحمد. وفي داك النهار يعني داك 13 ابريل كانت عندنا واحد سفيره مجموعه فيها العائله كامله. تخيلوا مجموعه فيها العائله كامله، وانا هذاك هو النهار اللي قررت فيه يعني هو اللي غندير فيه الحجاب الشرعي، اللي طبقت فيه الحجاب الشرعي. لبست الحجاب الشرعي ديالي ومشيت ودخلت، وكان فريمون واحد التخوف. قال لي مبروك عليك، كاين اللي عجبو، قال لي زوين. المهم يعني لحد الان مازال ما سمعت زعما حتى شي انتقاد ولا شي حاجه، الحمد لله. وخا نسمع شي انتقاد ما غاديش نتسوق، لانني انا عارفه علاش لبستو، والله سبحانه بالفضل ديالها. شوف راه ماشي انا اللي اختاريت اللبس، راه يعني الله سبحانه شاف نيتي هكذا.
والله سبحانه عطاني ديك النظره ديال انني نشوف كاع البنات اللي كيلبسوا الحجاب الشرعي بديك النظره. سبحان الله درته في داك النهار وانا ما متيقاش، درته بلا ما نفكر. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي سخر لي انا نلبس، ماشي انا. ربما الله سبحانه وتعالى شاف نيتي صالحه في اللبس ديالو، علاه سخروا ليا في ديك الوقيته بالضبط. ولكن راه ماشي انا، راه مستحيل، راه ماشي انا، راه ماشي القرار ديالي انا. يعني راه الله سبحانه هو اللي سخر ليا، والله اللي نعم عليا به والحمد لله. عرفتو راه فرحانه، راني لبست ويني في شهر 4 ومازال ديك الفرحه. اشاك فوا كنتفكر راسي راني لابسه الحجاب كنفرح بزاف. واحد الراحه فيه ما يمكنش، مستحيل تلقايها في شي لباس اخر. هاي باش نكونوا واضحين، مستحيل تلقايها في شي لباس اخر كيف ما كان. غترتاحي بزاف نفسك، غترتاح. الحجاب كيبدا يصلح فيك شحال من حاجه. كان اصعب واجمل قرار قررته في حياتي هو هذا. على صعيب، حيت صعيب كتولي كتفكري في المستقبل. دابا انا غنلبس هادي، ما غنخدمش، ما غاديش يعني مستقبلك كيكون مجهول. كتقولي ما نعرف وهذا ما كيقبلوش بالحجاب. حتى وليت كنفكر انا في بلد مسلم، يعني الحق ليا انا كنهضر على خدمه ولا شي حاجه بضوابط شرعيه. كنقول الاولويه ليا انا. الا ما تقبلتش ولا شي حاجه ما كيهمش، المشكل ماشي فيا، المشكل فيهم هما، لانني انا في بلد مسلم. نورمالمون الاولويه ليا، والاولويه الحجاب الشرعي. مشيت مثلا لابيسي الاولويه ليا انا انني ندخل معهم لانني انا في بلد مسلم. علاش يقول لك مثلا حيد الحجاب ولا علاش؟ كنقول مع راسي الله سبحانه هو اللي كيرزق سلمى، الله اللي كيرزق، الله اللي فرض عليك انك تلبسي الحجاب الشرعي هو اللي كيرزق. الرزق ما بيد خدمه، ما بيد قرايه، ما بيد حتى شي حاجه اخرى. الرزق بيد الله. يعني انا لبسو لوجه الله والرزق بيد الله. صافي، اللي فرض عليا حجابي هو اللي بيدو الرزق ديالي. كنقول راسي وفريمون كان واحد التخوف، يعني ماشي ساهل. كان تخوف. كنقول زعما واش غنقدر، واش بصح انا درتو. ما كنتش كاع متيقه واش بصح درتو، وكيفاش غنتعامل، كيفاش غنولي نتعامل من بعد، وكيفاش غنولي نتعامل مع الناس وهذا. يعني كان صعيب بزاف، لكن في نفس الوقت كان اجمل قرار، اجمل واحسن قرار، وما عمري ما غندم عليه. الراحه اللي فيه ما كاينه حتى شي بلاصه، ما كاينه حتى شي بلاصه. تحسي انك درتي شي حاجه اللي كترضي الله. تخيلي درتي شي حاجه، درتي ايه من ايات الله، لبستي الحجاب الشرعي. ما كنهضرش على النقاب وداك الشيء حيت ما كاينش اجماع على واش هكا يعني يبان الوجه والكفين ولا ضروري من النقاب. ما كاينش اجماع. اللي زعما عنده شي معلومه شي حاجه يكتبها لنا لتحت نستافدوا معاه، علاش لا. وكنقول في هذا الزمن اللي كثر فيه التعري وكثر فيه الفتن وهذا، غتلبسي الحجاب راكي جوهره، راكي شي حاجه اللي واعره وثمينه. وغير لبست وليت كنشوف راسي بحال شي وريضه، كنشوف راسي بحال شي اميره. راه دابا كنحس براسي، راه ماشي كنكذب، راه فريمون كنحس براسي بحال شي اميره، كنحس براسي بحال شي وريضه، كنحس براسي في الجنه. والله الا كنحس براسي لابسه لباس الجنه ما شاء الله. الحجاب كيولي يصلح فيك شحال من حاجه، كيولي ينبهك على هذه خصك ديريها، هذه ما ديريها. يعني ما كنهضرش على انك دايره الخمار ما غتضحكيش ما غتلعبيش، لا. كنهضر على شي حاجه اللي ما خصكش ديريها. الحجاب ديالك كيقول لك لا هذيك ما ديريهاش، كينهيك عليها. اما تضحكي ولا تلعبي بزاف كيشوفوا ان البنات اللي كيديروا الخمار مثلا ولا هذا راه معقدات وما كيضحكوش وهذا. انا راه كنت خارجه مع ماما، هانتوما، شفت هادي وقلت ماما نشريو عادي حسيت هادي دايره. نوريك، نقول هاد الخدمه هادي اللي غنفضل عليها الحجاب وما نديروش بسببها، ما عندي ما ندير بها. من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. تخيلوا الرزق بيد الله. انا هذه اكثر حاجه كنثق فيها، ان الرزق بيد الله، واللي فرض عليا واي حاجه فرضها علينا الله راه لصالحنا. راه الحجاب راه فرضو علينا الله لانه كيشوف انه هو لصالحنا. راه فاش كتمشي كتشري واحد لا ماشين راه كيعطيك معاه واحد الكتاب، هذاك الكتاب كيعطيك فيه واحد التعليمات. الا ما درتيش دوك التعليمات راه غيخسر. راه ديك لا ماشين تقدر تخسر، تقدر يوقع لها اي حاجه. راه نفس الشيء، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف شنو كيصلح لينا. داكشي علاش عارف انه الحجاب كيصلح لك انتي. الحجاب جا للحمايه ديالك وما جاش ضدك. حيت بزاف كيشوفوا ان الحجاب مسكينه هذه دايره الحجاب مالها وصافي فرضا عليها الحجاب باقا صغيره وشوفي كيفاش خامقه راسها بالحجاب. هادشي ما كاينش. انا كنشوف الحجاب جنه. اي واحد كيشوف الحجاب بهذا الشكل اللي قلت لكم فراه عارفو بعيد بزاف ومازال ما عرفش المغزى من الدنيا، ومازال ما عرفش علاش حنا جينا اصلا
لهاد الدنيا هادي. ما كيعنيش انني مثلا دايره الحجاب راني كلشي زعما كنديرو مزيان، لا. الحجاب كما قلت لكم كيحاول يصلح فيك شحال من حاجه، كيصلح فيك شحال من حاجه، ولكن راه ماشي كلشي، راه مستحيل كلشي، ولكن شويه داكشي كيجي بشويه بشويه. ولا خصني ندير هادي، خصني ندير هادي، خصني نقاد فيا هادي. وما كيعنيش اننا حنا معصومين من الخطا. ماشي اي وحده دايره الخمار ولا النقاب راها معصومه من الخطا ابدا. راه ممكن نخطئوا، ولكن اشاك فوا كترجع، اشاك فوا كتقاتل مع ديك النفس، كتقاتل هكا كتقتلها بالافكار، تقتلها بالفيديوهات، بالبودكاست، بالقران، حتى كتستقيم داك النفس. كتحاول. المهم حنا كنحاولوا. راه ماشي العيب في انك تخطا، في العيب في انك تستمر في الخطا وما تتوبش لله. هذا هو العيب. كيف ما قلت لكم فكيف ما قلت لكم كان عندي هذا الحجاب واحد بالضبط، وداك النهار اللي سافرت فيه كانت جاتني فيه عبايه كادو. وفي داك النهار سبحان الله، الله سبحانه كيرزق. وكانوا عندي يعني شي عبايات من قبل، ولكن ما كنتش كنبغي نلبسهم. يلا كنت كنلبس وحده فيهم، ومن بعد كنت شريت جوج، ومن بعد شريت هذه اخر وحده كنت شريتها، وصافي. المهم بشويه رحنا كنشريو. وشريت بحال الخمار، شريت هذا الكحل، وشريت واحد في الابيض والبيج. المهم كل مره كنشري واحد. ماشي ضروري انه فاش غتبغي ديري الحجاب راه خص يكون عندك كاع الحجاب، يكفي يكون عندك واحد جوج وصافي. ماشي ضروري. داكشي راه ربي كيرزقك، ربي كيسهل لك في كلشي. الحمد لله. دابا فرحانه. شي دابا كنتفرج كنهضر وانا فرحانه، ما نقدرش نعبر لكم على الفرحه، لان هذا اللباس هذا راه ماشي لباس عادي. شي رويله واخا تقولي لا نحس بالصيد وهذا، كاين الصيد كتحس. شتي هذا العرق هذا العرق اللي كنشوف اللي دابا في وجهي، ما كنحسش بها انا عرق. ما كيبانش ليا عرق، انا كيبان ليا مسك، كيبان ليا شي حاجه اللي طاهره، شي حاجه اللي زوينه. شي ديك الغبره اللي كتكون في الاخر ديال العبايه ديك، راه شي حاجه اللي واعره، ما كتعادل حتى شي غبره اخرى. ما مشي صاد ولا شي حاجه. راه فاش انا دابا مثلا غنحس بالصاد، راه كلشي كيحس بالصاد، ولو نكون انا زايده بشي شويه اللي ما كيهمش زعما. نسيت ما قلتش لكم، فاش درت هاد الحجاب هادو، يعني هاد الحجابات هكا المربعين، ما درت هادوك اللي كيدخلوا، حسيت براسي، حسيت يعني ما حسيتش بداك كيف ما كنت قلت لكم في الاول صعيب انني نخرج برا ولا شي حاجه. حسيت زعما عادي، وحسيت بالراحه، وحسيت عادي، وقدرت انني نخرج بيه. واول مره خرجت بيه صراحه كنت فرحانه. فكانت هذه هي قصتي مع الحجاب من الاول حتى الاخر. وكنتمنى ان شاء الله ما نكونش نسيت شي حاجه. فكنتمنى اي وحده وصلت حتى لهنا، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله، يا ربي رزقك تلبسي الحجاب. كنتمنى لك والله الا كنتمنى لك واحد الراحه لا توصف ابدا، راحه في شكل بزاف. كنتمنى لاي بنت تلبسه ان شاء الله يا ربي. وما تبقايش تفكري بزاف. كاين اللي كتقول لك دابا انا لا لبستو شعري وهذا، وكتبدا تفكر هكا بشعرها وكيفاش. شعرك مالو؟ شعرك غتشوفيه في داركم، غتشوفيه في داركم، تفرحي بيه في داركم. علاش غيشوفوه الناس كاملين؟ علاش الزينه ديالك غيشوفها واحد اخر من غير النساء والمحارم ديالك؟ علاش؟ يكفي ان شعرك كتشوفيه في داركم مشطي، ديري كرينات، ديري ضفيره، ديري اللي يعجبك. شعرك راه شي حد ما غيحد يحيدو لك، راه تخرجي غتغطي وغتغطي كامله، لان هذاك الشيء والله اللي فرضوا عليك. راه فرض، راه الحجاب فرض. ما تقوليش لي. راه اكثر حاجه كتفقصني كتستفزني هي شي وحده تقول لي حتى نقتنع. والصلاه غتقتنعي بها؟ والصيام غتسناي حتى تقتنعي عاد غادي تصومي؟ لا، راه ماشي مشكل ما تكونيش لابسه الحجاب، غير تكوني عندك ديك الفكره ان شاء الله غادي نلبسو. على الاقل تكون عندك غير الفكره. اما الا قلتي حتى نقتنع عاد غادي نلبسو، هنا صعبتي على راسك المأموريه، وصعيب باش ان ربي غيسهل عليك باش تلبسيه. راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قولي غنلبسوا ان شاء الله، واخا ماشي دابا ولكن غنلبسوا، وغتشوفي ربي غيسخروا لك. وعمرك ما تقولي يعني تشوفي شي وحده ما لابساش الحجاب لا كنتي دايره ولا ما دايراه تقولي لا هذيك راه مستحيل. قادره ديروا، راه ربما هي في النفس ديالها كتمنى انها ديرو، والله سبحانه لا شاف النيه ديالها صالحه في اللبس ديالو ان شاء الله غير يرزق هذاك الحجاب من الضروري. تخيلي ما تدخليش الجنه بسبب انك ما دايرهش الحجاب. فاش كنت في التاسعه واحد الاستاذه كانت ديما كتعاود واحد الحديث: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنه ولا يشمن ريحها. تخيلي ما تدخليش الجنه بسبب انك ما دايرهش الحجاب. تخيلي اخيب حاجه ممكن تبقى لاي بنت. الله يسر الله يسر الله يسر الله يهدي جميع البنات يا ربي، ويلبسوا الحجاب لوجه الله لوجه الله لوجه الله، ماشي حتى شي غرض اخر من الاغراض ديال الدنيا. طلعي بزاف. التحقي بينا لبسي الحجاب ديالك، لبسي الحجاب راه جا للحمايه ديالك، جاش ضدك بتاتا. لبسي حجابك، كوني مميزه، ما تغركش شي وحده ما كتسترش راسها كتلبس مزيان، ما تغركش بتاتا. داكشي راه زائل.
ركزي على حجابك، حجابك حجابك ثم حجابك. هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، بغيت يكون اول فيديو غنحطو من بعد ما غبرت بزاف، هو يكون على الحجاب الشرعي لانكم غتشوفوا شويه كتغيروا هذا، فبغيت يكون اول فيديو هو ديال الحجاب الشرعي. ومن بعد ان شاء الله رحنا غنستمروا في الفيديوهات العاديه ديال القرايه وديال الاستفاده ان شاء الله. يا رب كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ومع السلامه، نتلاقاو في الفيديو الجاي.